السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى أهم العناوين. رسميا برشلونة يعلن التعاقد مع الإنجليت. مانشستر يونايتد يخطط لزيادة أوجاع ريال مدريد. صفقة رونالدو تربك حسابات نيمار. إليكم أبرز أخبار الرياضة التي نقلتها الصحف العالمية. أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع المدافع كيليمين لينجليت من إشبيلية ليكون ثاني صفقات الفريق الموسم الحالي. برشلونة كان قد أعلن تعاقده مع أرثر قادما من جريميو البرازيلي قبل أيام. وذكر النادي في بيان رسمي أن برشلونة دفع 35 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إشبيلية. كما أشارت الصحيفة إلى خطط النادي الكتالوني لجلب فرانك ديون خلال سوق الانتقالات الجارية. برشلونة تخلى عن باولينيو لصالح جوانجوزو إيفرغراند الصيني على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 50 مليون يورو. ويخطط برشلونة التعاقد مع فرانكي ديون من أياكس الهولندي أيضا، بجانب إمكانية جلب أدريان رابيو من باريس سان جيرمان. يذكر أن برشلونة كان قد حاول ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، لكن اللاعب قرر الاستمرار وجدد عقده مع الروخ بلانكوس. يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى زيادة أوجاع ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد الصحيفة مانشستر إيفينينج أن مانشستر يونايتد جدد اهتمامه بضم الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد هذا الصيف. يأتي ذلك في أعقاب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي بعقد لمدة 4 مواسم وبراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو. ويرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بجانب إدوارد نائب الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر أن غاريث بيل أفضل إضافة للفريق في الوقت الحالي. وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات في مراحل متقدمة بين الطرفين، ولكن الأمر يعتمد على رغبة اللاعب الويلزي سواء بالبقاء في مدريد والرحيل إلى مسرح الأحلام. وذكرت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يسعى للحصول على ضمانات بشأن موقعه في ريال مدريد بعد أن شعر بالإحباط بسبب قلة المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان. وأشارت إلى أن جوليان لوبتيجي المدير الفني الجديد للملكي يحتاج إلى إقناع غاريث بيل للبقاء في صفوف الفريق وضمان مشاركته أساسيا خلال الموسم المقبل. أكدت تقارير صحفية أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد والتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي أجبر البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان على إعادة حساباته مرة أخرى. وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رحيل رونالدو جعل نيمار يتراجع عن فكرة الانضمام للفريق الملكي هذا الصيف. وأوضحت الصحيفة أن النجم البرازيلي كان يريد الرحيل لمواصلة المشوار مع ريال مدريد رفقة النجم البرتغالي، وليس أن يبدأ المشروع من نقطة الصفر. وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد يعج باللاعبين الصغار في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قدوم مدرب جديد للفريق الملكي جوليان لوبتيجي، وهو الأمر الذي لا يفضله نيمار، لذلك فهو أقرب للبقاء مع سان جيرمان. وأشارت إلى أن رئيس النادي الفرنسي سيلبي طلبات نيمار، كما أنه يريد أن يكون اللاعب صورة لبطولة كأس العالم 2022. وتابعت الصحيفة أن توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان تواصل مع نيمار وشرح له أسلوب لعبه الذي يختلف كثيرا عن المدرب السابق للفريق أوناي إمري، وهو ما نال رضا النجم البرازيلي. وذكرت الصحيفة أن سان جيرمان يسعى للتعاقد مع فيليب كوتينيو نجم برشلونة، مشيرة إلى أنهم قدموا بالفعل عرضا للفريق الكتالوني لضم كوتينيو مقابل 270 مليون يورو، ولكن تم رفضه. وأتمت أن مفاوضات كوتينيو جعلت نيمار يشعر بالسعادة والرضا تجاه الفريق الفرنسي، ولكن
فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يسعى لضمه بشتى الطرق، حيث أرسل مبعوثا للتفاوض معه عقب خروج السامبا من المونديال.